وصل مهند المكان اللي قال عليه لآدم، وآدم كان قاعد على نار وفي انتظار مهند اللي وصل قبليه واستناه. صبره نفذ ومش قادر يستنى أكتر من كده، عاوز يعرف مين اللي عمل كده في وعد مراته. ففضل رايح جاي في مكانه لحد ما سمع عربية مهند، فاتحرك بسرعة وخرج يقابله. خال مهند، أخيرا جيت. نزل مهند من العربية وبص لوليد وقال له بأمر: انزل. وليد خاف من نبرة صوت مهند، فقال له بتوتر: هو في ايه حضرتك؟ انت جايبنا هنا ليه يعني؟ حضرتك قلت عاوز تتكلم معايا. حصل، عايز اتكلم معاك واسألك كام سؤال، علشان كده بقولك انزل نتكلم. اضطر وليد إنه ينزل، وأول ما شاف آدم عرفه على طول. مش ده جوز وعد؟ هو بيعمل ايه هنا؟ انا مش فاهم حاجة. مهند مشي في طريقه لجوه البيت وقال لوليد: تعالى، واقف عندك ليه؟ آدم كان واقف مش فاهم حاجة. مين الواد ده؟ مهند بص لوليد بسخرية: الأستاذ يبقى دكتور في الجامعة حاليا، وكان زميل الدراسة مع وعد. هنا آدم فهم تلميح مهند، فتحولت عيونه لوحش كاسر وهو بيبص لوليد. بس علشان هو مش متعود على التهور وإنه ياخد الأمور بالعقل والأدلة، ما اتحركش من مكانه إلا لما يتأكد ويسأله هل فعلا هو اللي عمل كده في وعد ولا لأ. لكن مهند كان متسرع ومتهور. أول ما شاف وليد بيدخل البيت مسكه من قفاه وهو بيزقه: ادخل يا حلو ادخل، وقعت ولا حدش سمع عليك، ادخل. وليد كان هيقع، لكن لحق نفسه واتعدل في وقفته. مهند بيه، هو في ايه؟ حضرتك بتكلمني كده ليه؟ انا حاسس ان في حاجة مش طبيعية بتحصل. مهند فتح درج الجزامة اللي قدامه وطلع منها حبل، وقال وهو بيقرب من وليد اللي تراجع لورا بخوف ناحية الباب: هتعرف كل حاجة دلوقتي، وهتعترف بكل حاجة عملتها، وسواء هتتكلم من نفسك او بالاجبار هتتكلم برضو. استنى، حضرتك ناوي تعمل ايه؟ انا مش فاهمك، هو في ايه؟ انت عاوز تربطني ليه؟ هو انا مخطوف ولا ايه؟ في ايه يا مهند بيه؟ مهند قرب منه وهو بيحاول يربطه: انا سبق وقلت لك ابعد عن وعد، وانها خط احمر ما بتهونش فيه. حصل ولا لا؟ وليد بلع ريقه: حصل، بس انا اقسم بالله ما جيت جنبها من يومها، ولا ليا اي علاقة بيها، صدقني. آدم رفع حاجبه واتكلم بغضب: الواد ده يعرف وعد من زمان. هنا وليد خاف على نفسه من آدم وهيئته المرعبة في الوقت ده، فاتكلم وقال: اقسم بالله ده كان زمان، ايام ثانوي يا جماعة. انا كنت بحبها، بس اقسم بالله ما كنت بسرح بيها، كنت بحبها بجد ونفسي اتجوزها. سكت علشان يشوف ردة فعل آدم، لكن لقاه ساكت ومش بيتكلم، فخاف أكتر. والله هي دي الحقيقة. انت ساكت ليه؟ آدم ربع إيده: انا سامعك، كمل. وبعدين؟ ولا قبلين؟ هي دي كل الحكاية والله العظيم. مهند قال له: عايز تفهمني يعني انك ما حاولتش تكلم وعد ولا مرة من ايام ثانوي، ولا دخلت صيدلة علشان تطاردها في كل مكان؟ ها؟ آدم اتفاجئ باللي بيسمعه. ايه؟ وليد قال بتوتر: حصل فعلا. انا دخلت صيدلة زي وعد علشان اكون جنبها في كل مكان، علشان تشوفني وتعجب بيا زي ما انا معجب بيها. بس للأسف هي ولا مرة شافتني ولا حتى عبرتني، واخيرا اتجوزتك انت. سامع يا ادم؟ الواد ده يستاهل الحرق حي علشان يندم على كل حاجة عملها. آدم كان صدره بيعلى وينزل بصورة مش طبيعية وبيتنفس بقوة. هام وليد فصرخ فيهم بغضب: هو في ايه؟ انتوا ليه بتحاسبوني بالحدة دي؟ انا عملت ايه يعني؟ هو الحب حرام ولا بإيد حد؟ انا حبيت من طرف واحد، اللي انا اول ولا اخر واحد يحصل له كده، مش ذنبي يعني، اعمل ايه؟ انتوا اكيد كنتوا معرضين لكده. مهند ضربه بالقلم على وشه: اخلص يلا وما اسمعش نفسك، فاهم؟ قالها وقرب منه وبدأ يربطه بالحبل. وليد حاول يفلت منه ويفك نفسه. انت بتعمل ايه؟ اوعى سيبني كده،
أنا مش هسمح لك تعمل فيا كده، أنا دكتور جامعي محترم، سيبني من فضلك. قلت لك أنا ماليش دعوة بوعد، ما هي خلاص اتجوزت. مهند بصله باستهزاء. سامع يا آدم؟ بيقولك دكتور جامعي ومحترم، سلم لي على المحترم. قرب آدم منه هو كمان، فوليد اتكلم بخوف. انت بتقرب مني ليه؟ ها؟ انت بتقرب مني ليه انت كمان؟ قسما بالله ما عملت حاجة، انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو في ايه؟ آدم كان متظاهر بالهدوء رغم إن جواه بركان بيغلي. انا هديك فرصة واحدة تعترف بكل اللي عملته، ووقتها هيكون عقابك في رحمة شوية عن اللي كنت ناوي اعمله فيك. وليد كان هيعيط من كتر الخوف. اعترف بايه؟ والله العظيم ما عملت حاجة يا ناس، انتوا مش مصدقيني ليه بس؟ انا انا صحيح حاولت اتقرب منها واكلمها واتودد ليها، لكن كانت بتصدني، وده اللي خلاني اتعلق بيها اكتر، لانها كانت محترمة بزيادة ومتربية 100 مرة. كنت عارف اني نادر الاقي بنت بالاخلاق دي، علشان كده كنت مصمم عليها هي وبس. لكن اول ما اتجوزت ولقيتها خلاص اختارت حياتها اللي انا مش جزء منها ولا فيها، بعدت. صحيح زعلت، بس بعدت اقسم بالله، ورضيت بنصيبي خلاص انها مش ليا. دي كل الحكاية. مهند فكره بيكذب، علشان كده ما تحملش فقال لآدم: الواد ده مفيش فايدة فيه، هيفضل يحور كتير. انا بقول نشوف شغلنا معاه، وانا متأكد انه هيعترف من اول قلم، لانه مش حمل اللي هنعمله فيه. وليد صرخ بخوف: هو اقسم بالله ما بكذب، ما عملتش حاجة في وعد. ايه رأيك يا آدم؟ شايفك ساكت، انت هتصدقه ولا ايه؟ للأسف هصدق، لأن فعلا مش هيكذب. نعم هتصدقوا، قالوا للحرام يحلف، قال جالي الفرج، ده كذاب، هتصدقوا ازاي يا آدم؟ نبرة صوته وحركة بؤبؤ عيونه بيأكدوا لي إن صادق، بس مش معنى كده إن بعيد عن قفص الاتهام. والله أنا صادق، والله ما بكذب، وعمري ما حاولت ولا هحاول أذي وعد. أرجوكم فهموني فيه إيه، لأن أنا والله ما فاهم حاجة. آدم اتحرك من مكانه علشان يمشي. قال مهند: أني همشي، ما عنديش استعداد أضيع وقتي مع واحد زيه. أنا هروح أكمل بحثي في المستشفى، الواد ده ملوش علاقة باللي حصل لوعد. مهند كان هيتجنن. بس أنا متأكد إنه هو وأبوه ليهم علاقة. استنى بس ما تتسرعش يا آدم، بما إننا اختلفنا دلوك يبقى أنت تدور من جانب وأني أدور من الجانب التاني. إيه رأيك يا خال؟ ماشي يا آدم، اعمل اللي أنت عاوزه، وأنا هعرف إزاي أخلي الولد ده يقر بكل حاجة. ماشي، سلام. قالها آدم ومشي وركب عربيته. أما وليد فافتكر أبوه لما قاله: هجيبها لك لحد عندك وتتمنى إنك تتجوزها وتترمي تحت رجليك. هنا وليد بلع ريقه بخوف. معقول بابا عمل فيها حاجة؟ وإيه اللي كان يقصده بكلامه؟ عند نسرين كانت قاعدة قصاد بنتها وهما بينقلوا لها دم، عمالة بتدعي وعيونها بتتحسر على بنتها. يا رب، يا رب ما تخسرني بنتي، يا رب، يا رب نجيها يا رب. في الوقت ده صرخت سامية اللي كانت قاعدة جنبهم على الكرسي: يا ماما الحقيني. نسرين اترعبت. ايه سامية، مالك بتصرخي ليه؟ فيكي ايه يا بنتي؟ سامية كانت حاطة ايدها على بطنها. بطني يا ماما، سكاكين بتقطع في بطني هتنفجر. قالتها وهي بتصرخ صرخة اتلم على اسرها كل اللي كانوا في المستشفى، صرخة بتدل على شدة وجعها. الكل ساب اللي في ايده وجريوا يشوفوا مين اللي بتصرخ بالشدة دي. اتفاجئوا بسامية نايمة في الأرض بتدبدب بإيديها من قسوة الألم، ونسرين بتصرخ بخوف على بنتها: بنتي يا ناس الحقوها، بنتي التانية هتروح مني هي كمان. جه كام دكتور يشوفوها، والممرضات حاولوا يشيلوها وينقلوها على الترولي، بس الموضوع كان صعب لأنها مش قادرة تتحرك وكانت بتتلوى من الألم. فبسرعة الدكتور طلب يتعمل لها فحوصات بالدم والأشعة علشان يعرفوا هل ده بسبب المرارة ولا لأ، وادولها حقنة مسكنة، لكن الألم مسكنش وفضلت تصرخ بدون توقف. عند آدم وصل على مكتبه وهو متضايق وعلى آخره. بعد شوية جاله واحد من رجالته وفي إيديه ملف. اتفضل يا آدم باشا، دي المعلومات اللي طلبت تعرفها،
جبتها من سجل أمن المستشفى بنفسه. أخد آدم منه بسرعة الورق وفتحه، ولما قرأوا عارف إن كان في 3 دكاترة في اليوم ده بس، دكتور أسامة وده دكتور بطنة ودكتورين تانيين، بس مدة وجودهم في المستشفى اليوم ده كانت قليلة، بعكس دكتور أسامة اللي كان موجود طول اليوم. اتكلم آدم: أنا عايز أعرف كل حاجة عن ال3 دكاترة دول، حتى حياتهم الشخصية عاوز أعرفها بالتفصيل، وكمان تجيب لي أسماء الممرضات والعاملات اللي كانوا في اليوم ده، ولو عرفت تجيب أسماء المرضى اللي كان لهم علاقة بوعد ولا تعاملوا معاها كمان تجيبهم. عايز كل حاجة، اللي جبته ده مش كفاية، اتحرك بأسرع وقت. تحت أمرك يا فندم، علم وينفذ. بعد ما عدى حوالي ساعة بتصرخ فيها سامية بشكل متصل من شدة الألم اللي مفيش أي مسكن قدر يسكنه، أغمى عليها من شدة التعب ونامت جنب أختها، لا حول ليها ولا قوة. نسرين كانت واقفة بين السريرين بتتحسر على بناتها اللي هيروحوا منها في غمضة عين. جت زميلة نسرين اللي سمعت باللي حصل لبنات صاحبتها فقطعت أجازتها وجت تشوفهم. نسرين: في ايه يا حبيبتي؟ بناتك مالهم كفل الشر؟ الحقيني يا دعاء، الحقيني، بناتي هيروحوا مني، مش عارفة جرالهم ايه، الاتنين تعبوا في غمضة عين ومش عارفة ايه اللي حصل لهم فجأة. في الوقت ده جت ممرضة تانية قالت لنسرين: الحمد لله المرارة كويسة ومش ملتهبة ولا حاجة، ومفيش كمان أي مشكلة في المعدة، ولسه الدكاترة بيعملوا فحوصاتهم علشان نشوف ايه سبب المغص المفاجئ اللي عندها ده. دعاء باستغراب قالت: الله أكبر، الله أكبر، ده ايه اللي بيحصل لهم ده؟ ربنا يبعد عنهم الشر يا رب. ممكن محسودين. الله أكبر، العين حق، وممكن العين تجيبهم الأرض كمان. ربنا يحفظهم ويحميهم لك يا رب، ارقيهم يمكن ربنا يشفيهم. الممرضة قالت كده وسابتهم ومشيت، ففضلت دعاء تفكر شوية في كلام الممرضة ودماغها تودي وتجيب، واتكلمت وكأنها بتفكر بصوت عالي: مش يمكن مش حسد زي ما ابتسام بتقول؟ مش يمكن بسبب اللي عملناه في الدكتورة؟ مش يمكن ده ذنبها وربنا بينتقم مننا بسبب اللي عملناه فيها؟ أيوة، هو ذنبها وربنا بيعاقبنا عليه، وحصل لبناتك كده بسببه، والدور هيلف ويجي على بناتي أنا كمان، يا مصيبتي يعني. اتفزعت نسرين وقتها: انتي بتقولي ايه يا دعاء؟ وطي صوتك لحد يسمعك، احنا ما عملناش حاجة في الدكتورة ولا نعرف حاجة. يا نسرين، احنا هنكدب الكدبة ونصدقها؟ ده احنا دافنين السر ومتويينه سوا وقبضنا تمنه كمان، واديكي اهو هتصرفيه على علاج بناتك وهتصرفي قدهم أضعاف الأضعاف كمان. لا، أنا لازم ألحق نفسي وبناتي قبل ما يحصل لي زي بناتك، قالتها وهي بتتحرك زي اللي اتجننت. فمسكتها نسرين: استني هنا، انتي رايحة فين؟ يعني ايه تلحقي نفسك؟ هتعملي ايه؟ يعني هتروحي تعترفي باللي عملناه؟ هتروحي تقولي لها انا عملت فيكي كذا وكذا؟ انتي اتجننتي؟ انتي عاوزة تودي نفسك في داهية يا دعاء. دعاء بخوف على نفسها وبناتها: ايوه، هروح واحكي لهم كل حاجة. انا مش حمل غضب ربنا ودعوات المظلوم، انا خايفة اغمض عيني وافتحها الاقي بناتي حصل لهم زي اللي عملناه في دكتورة وعد. انتي تحمدي ربنا اننا لسه مستورين وربنا ما فضحناش بسبب اللي عملناه. الحمد لله ان ربنا مد في عمري علشان اتوب عن اللي عملته واكفر عنه في حياتي قبل ما اموت، ووقتها مش هينفع الندم، هيبقى جهنم وبئس المصير. ربنا يغفر لي ذنبي. انا عملت ذنب كبير قوي، كنت عامية، كنت مغيبة لما سمعت كلامك، لما حليتي الفلوس في عينيا وقلت اني هفك بيهم ضيقتي واجوز بيهم بناتي. انا هروح ابيع الحاجة اللي اشتريتها واديهم الفلوس واعترف بكل حاجة واتمنى منهم يسامحوني، ولو حصلت هفضل خدامة تحت رجليهم لحد ما يسامحوني. ويا ريت انتي كمان يا نسرين تعملي زيي. انا رايحة لهم دلوقتي. هروح فين؟ انا لا رايحة ولا جاية، ويكون في علمك يا دعاء اي حاجة تقوليها انا هنكرها تماما، هنكر اني عملت اي حاجة وتشيلي المسؤولية لوحدك. روحي يا دعاء، روحي وسيبيني في حالي، كفاية اللي انا فيه. يا خسارة، فكرتك صاحبة عمري وهتقفي جنبي، جاية في شدتي وعاوزة تغدري بيا. هي حصلت، يا خسارة العيش والملح اللي بينا. انا هعمل كده عشان مصلحتك يا نسرين،
عشان تلحقي بناتك، أنا خايفة عليهم من عقاب ربنا. ربنا يمهل ولا يهمل. اللي عملناه لازم نتوب منه، وتوبتنا منه إننا نعترف لأهلها بدل ما البت يتخرب بيتها. ويا ريتها بس بيتها، ده بيوتنا كلنا. وانت فكرك لما تروحي تعترفي هيسيبوكي تمشي على رجليكي؟ ده انت هتترمي في السجن وهيتشردوا بناتك من بعدك، ده غير الفضايح وسيرتنا هتكون على كل لسان. لا لا لا، انا مش حمل كل ده. يعني انت عاجبك الحال اللي انت فيه دلوقتي يا نسرين، وبناتك المرميين في المستشفى لا حول ليهم ولا قوة، ومحدش حتى عارف مالهم ولا عارف يعالجهم؟ مبسوطة يعني لما تشوفيهم بيموتوا قدام عينيكي وحياتك بتبوظ؟ هي دي الحياة اللي انت مستنياها؟ احنا غلطنا ولازم نتحمل نتيجة أخطائنا. عقوبة الدنيا أهون مليون مرة من عقوبة الآخرة. هتتحملي عذاب القبر وضلمته؟ هتتحملي النار؟ سجن كام سنة وربنا راضي عني أهون مليون مرة. أنا رايحة يا نسرين، رايحة أعترف على نفسي، وانتي راجعي نفسك قبل فوات الأوان. قالتها دعاء وسابتها ومشيت. عند مهند قرب من وليد وفضل يضرب فيه. انت هتتكلم بالذوق ولا اعمل من وشك شاورما؟ ليه اللي عملت في وعد كده؟ اعترف، ازاي قدرت تعمل كده من غير ما حد ينتبه ولا هي كمان تعرف؟ عملت كده ازاي؟ رحت لها المستشفى وخدرتها صح؟ اكيد اتفقت مع الممرضات اللي هناك يغطوا عليك، مش كده؟ لا والله العظيم ما عملت حاجة، اقسم لك بالله انا ما اذيت وعد. مهند فضل يضرب فيه تاني. برضه مصر تنكر؟ الإنكار مش هيفيدك. آدم جوزها بيدور على الأدلة وهيجيبها، وهنعرف كل حاجة، ووقتها هتتمنى مننا بس إن احنا نرحمك. أحسن لك تقول كل حاجة. عملت ايه في وعد انت؟ وليد ما كانش عارف يخلص نفسه من مهند ازاي. استنى، أنا هقول لك كل حاجة، بس اسمعني. مهند بطل ضرب فيه. ما انت، وإلا هقتلك في إيدي. أقسم لك بالله إني ما عملت فيها حاجة، برضه هترجع لكلامك الخايب ده. بس عاوز أتصل ببابا أتأكد من حاجة. ولا هتصيع عليا أنا؟ يلا ده نصيع منك. هنتصل ببابا. قال بابا ممكن يكون هو اللي عمل كده، بس أنا مش متأكد. أصل هو وعدني هيجوزها لي، وكان بيأكد لي إنه هيعمل المستحيل علشان يجوزها لي. هل ممكن يكون هو السبب في اللي بتقول عليه ده؟ أنا أقسم بالله يا مهند بيه ما أعرفه ولا ليه علاقة بيه. اسمح لي بس أكلم بابا قدامك وأسأله هل شكي في محله ولا لأ. عيون مهند اتسعت وبقبق عينه كان بيتحرك في كل مكان، مش مصدق إن شبيب ممكن يعمل كده علشان يجبر وعد إنها تتجوز بنته. كلمه وسمعني هيقولك إيه. وبالفعل مسك مهند تليفون وليد وطلب له رقم والده، فرد شبيب. أيوة يا وليد، أخيرا عرفت إنك غلطت لما بعدت عن أبوك. طمني عليك، رجعت البيت؟ أنا هرجع بدري علشان أقعد معاك النهاردة، إيه رأيك؟ وليد بص لمهند وبعدين اتكلم. بابا، هو أنت عملت حاجة في وعد؟ إيه ده، أنت عرفت إزاي؟ أخيرا جوزها فضحها. طبعا كلمتك تستغيث بيك. بشرني. هنا وليد بلع ريقه وتأكد فعلا إن أبوه هو السبب، فقال بتماسك. ماشي يا بابا، نتقابل في البيت وتحكي لي كل حاجة. مهند كان سكت تماما من هول الموقف اللي هو فيه، فبلع وليد ريقه أكتر لأنه كان عارف إن ده هدوء ما قبل العاصفة، فاتكلم بخوف. ليك حق تزعل وتغضب كمان. أنا كمان مظلوم من اللي بابا عمله، بس أقسم لك بالله أنا ما أعرف إن نيته كده. أنا ما أعرفش أصلا إنه عمل حاجة في وعد. آخر توقعاتي إنه هيبتزك أنت في شغلك ويخسرك عشان توافق على جوازي منها، لكن أذى لوعد والله العظيم ما كنت هوافق بيه. والله لازم تصدقني. جايز أنت صح ومش بتكذب، وزي ما آدم عرف يفهم إنك ملكش دعوة، بس اللي أبوك عمله لا هسامحه ولا هسامحك أنت عليه. مسك مهند التليفون بعصبية علشان يبلغ آدم باللي عرفه. آدم كان قاعد مستني أي أخبار لحد ما جاله أخبار بتقول: آدم بيه، وصلتنا أخبار إن مدام وعد في اليوم ده تعبت وأغمى عليها، وفي ممرضتين دخلوها أوضتها وفضلوا معاها وقت مش قليل لحد ما فاقت
وخرجت من الأوضة وهم وراها، بس في كاميرات المراقبة كانت تصرفاتهم مريبة. دخلوا وخرجوا وفي إيديهم أكياس، وبعدين رموها في باسكت الزبالة بسرعة، وكانوا بيتلفتوا في كل مكان كأنهم خايفين حد يشوفهم. آدم قام وقف لأن دي معلومات جديدة أول مرة توصله. اتأكد، هل في دكتور كان جوا الأوضة أو دخل وخرج بعديها؟ لا 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 يا فندم، مفيش حد دخل أو خرج غير الممرضين بس، لكن كان في دكتور بيكلمهم من على الباب، بس مش ظاهر صورته في الكاميرا، ومش هيكون بعيد عن واحد من التلاتة. لو تحب نعرف لك هو مين. طبعا اعرف لي هو مين، وهات لي كل أخبار الممرضتين دول، كل حاجة عنهم بسرعة، ما تتأخرش عليا، قدامك ساعتين يا حسين. تحت أمرك يا آدم بيه. في الوقت ده دخل مالك ولسه هيتكلم بخصوص الشغل. آدم، انت قابلت قضية حسين كارم ولا لأ؟ اللي هو قال لي انك خدت الملف تدرسه. لسه آدم هيرد على مالك، لكن جاله اتصال من مهند فرد بسرعة. ايوه يا خال مهند، اتكلم الواد ده ولا ايه؟ اسمعني، انا عرفت اخبار جديدة، اللي اسمه شبيب ده تجيبه دلوقتي حالا. وحكاله مهند كل اللي حصل. آدم دب بإيده على المكتب بحدة. الكلب، موت على يدي وقسما بالله ما هسيبه حي. في الوقت ده عرف مهند إن آدم هيضيع نفسه، فكان هو اللي بيهدي فيه. آدم، اوعى تتصرف تصرف مجنون، البنت ما تعرفش ومش عاوزين الموضوع يوصل لها، خليك فاكر ده. ابعت جيبه وعرفه غلطه بس من غير دم، من غير دم يا آدم، انت فاهمني؟ اياك تتهور. آدم كان بيكور قبضة إيده بغضب وبيحاول يهدي نفسه. هات لي عنوان الكلب ده، هبعت رجالتي يجيبوه. ماشي هبعتهولك، بس اياك تتهور أرجوك. مالك اتأكد وقتها إن في حاجة مش طبيعية. آدم، أنا كنت شاكك إن في حاجة، بس ايه دخل بابا في الموضوع؟ آدم ما ردش عليه وفضل باصص في التليفون لحد ما مهند بعتله العنوان بتاع شبيب، فطلب واحد من رجالته اللي جاله على طول. تحت أمرك يا آدم باشا. آدم بكل غضب وكأنه وحش كاسر اتكلم. هبعت لك عنوان كلب تاني تجيبه وتوديه ورا الشمس، أظنك عارف أقصد إيه أنا بورا الشمس. مالك فهم إن الراجل اللي يقصده آدم عمل مصيبة، وإنه خلاص هالك لا محالة. ما تفهمني يا آدم، في إيه ومين ده وعمل فيك إيه علشان تعمل فيه نفس اللي عملته في همام؟ اللي عملته في همام ما يجيش حاجة قصاد اللي هعمله في الكلب التاني ده. إن كان همام غلط فده غلط فيا أنا، وده هين، إنما الكلب التاني غلطته ما تتغفرش واصل، والدم هو الحل. سامحني بقى يا خال مهند. قالها آدم وخرج من المكتب. مالك حاول يوقفه لكن آدم ما سمعلوش، ولا كأنه سامع أو شايف حاجة قدامه غير حبيبته بيتم الاعتداء عليها وهو واقف يتفرج. فخرج زي الطور الهايج مصمم إن يقتل كل اللي اشترك في الجريمة دي. عند دعاء وصلت على بيت شوق، وأول ما عرفت إن وعد تبقى بنت الأبلة شوق اتصدمت، لأن شوق ليها فضل كبير عليها وعلى أمها قبل رحيلها. وقتها نزلت راسها بأسف وانكسار من اللي عملته. جت الشغالة وقالت لدعاء: أنا آسفة يا فندم، أبلة شوق مش قادرة تقابل حد النهاردة، تعبانة شوية، تقدري تقابليها يوم تاني، بس النهاردة مش هينفع. لا أرجوكي، أنا لازم أكلمها النهاردة، أرجوكي قوليلها إن الموضوع يخص بنتها وعد، هي هتقابلني. وأول ما الشغالة راحت لشوق وقالت كده، شوق طلعت تجري على الباب، وأول ما شافت دعاء: هو أنتي دعاء؟ أنتي ليكي علاقة بوعد بنتي؟ دعاء وطت راسها بخجل من نفسها. أنا آسفة يا أبلة شوق، أنا جيتلك النهاردة أعترف بكل حاجة، وقسما بالله ندمانة على كل حاجة عملتها، ومستعدة لأي حاجة تعمليها فيا. شوق تلقائيا رفعت إيدها وضربت دعاء بالقلم. بنتي، بنتي تعملوا فيها كده ليه يا ظلمة يا اللي ما حدكمش ضمير؟ ما عندكيش بنتها يا دعاء وخايفة من عقاب ربنا وإنه ممكن يتعمل في بنتك كده؟ عيطت وقتها دعاء بحسرة. والله ما كنت أعرف إنها بنتك يا أبلة شوق، ما كنتش أعرف.